السلام عليكم. النهاردة هنعمل الكشري المصري في حلة واحدة. هتجيبي الحلة المناسبة للكمية اللي انت هتعمليها. جبت هنا، حطيت شوية زيت. طبعا معروف ان الكشري المصري بيتعمل بالزيت. هتجيبي بصل علشان هنقليها، اللي هي التقلية اللي بتبقى على الوش. هنقطعها جوانح كده وهنفضل نقلب فيها لحد ما تتحمر. يعني احنا هنجهز كل المكونات بتاعة الكشري في وقت واحد. الحقيقة الكشري بقى غالي جدا في المحلات. يعني ب8 طبق هتعملي لأسرة. التكاليف بتاعة الطبق ده هتعملي لأسرة مكونة من 4 أفراد. هنا رحنا جايين في حلة تانية صغيرة كده، رحنا سلقين العدس بالجبة. احنا مش هنسلقه، احنا هنديله غلوة واحدة بس. هنحط له شوية ملح وشوية كمون، هنديله غلوة وبرضه هنركنه على جنب. برضه الكميات على حسب ما انتي بتحبي. يعني مثلا ولادك بيحبوا المكرونة اكتر هتحطي مكرونة اكتر، او بيحبوا العدس بيبقى اكتر، العدس ابو جبة ده هتحطي اكتر على حسب الكمية الحاجة اللي ولادك بيحبوها اكتر في الكشري المصري. هنا رجعنا قلبنا تاني البصل. يعني احنا هنجهز كل حاجة بحيث لما الكشري يستوي هيبقى كل الأكلة جهزت في وقت قياسي. جربي الطريقة دي، هتعمليها على طول. لأن من الأسباب اللي الواحد كان بيشتري الكشري جاهز الغلبة والوقفة في المطبخ كتير، والمواعين اللي الواحد بيوسخها وكده. ادينا شفنا البصل اهو اتحمر وبقى ناشف اهو ومقرمش من غير ما تحطي عليه دقيق ولا نشا ولا اي حاجة. هنا هنيجي برضو بعد ما طلعنا البصلة رحنا حاطين فص توم كده، وهنحط عندي طماطم مفرزة صلصة يعني هنحطها عليه. حطين هنا شوية خل صغيرين، معلقة كده صغيرة، الخل بيديلها طعم حلو. وهنحط الصلصة هتتسبك، هنحط لها شوية ملح، بهارات، كمون، فلفل اسود، الحاجات اللي انتي يعني بتحبيها للكشري وكده، وكزبرة ناشفة. هتغلي غلوة واحدة لان هي طبعا متسبكة وجاهزة. ودي فايدة التفريزات بتاعة الطماطم والحاجات دي، بتوفر عليكي وقت جامد يعني. ويا سلام لو كنتي بقى مفرزة كمان العدس ابو جبة. برضو كنت ساعات بروح يعني اجيب النص كيلو واروح شايلاه، اخد منه نصه مثلا واروح شايله الباقي لما اجي اعمل الكشري، بيسهل عليا اروح مطلعه على طول. هنا مكان الزيت بتاع البصلة حطينا الشعرية، حمرناها، وغسلت الرز وحطيته فوق الشعرية. حطيت المكرونة الاسباجيتي ومكرونة برضو عقلة صغيرة. حطي كل التشكيلة اللي انت عايزاه. دي عقلة صغيرة برضو مع الاسباجيتي. وهنحط العدس ابو جبة. كنت غالية مية في الكتل، هقلب ده كله واروح حاطة المية المغلية على الوش. حطيت هنا
ملح وفلفل وكمون وكزبرة، واروح مغطياها حوالي ربع ساعة او تلت ساعة على حسب الكمية. واستوى اهو. يعني هوريلكوا دلوقتي ان ولا رزاية لزقت، لان هي مجرد ما المية بتغلي بتوطي عليه خالص خالص، ولا حطيت شياطة ولا اي حاجة. هوريلكوا الحلة من تحت اهي زي فوق، مفيش ولا رزاية لزقت ولا مكرونة عجنت ولا اي حاجة، كل حاجة مفرفطة اهي وزي الفل. طبعا احنا عندنا الصلصة جاهزة، والبصلة اللي هي التقلية جاهزة. اللي هنعمله بس اللي هو الدقة بتاعته في الازايز اللي هي بتاعة المية المعدنية الصغيرة دي، هتحطي فيها الدقة لكل واحد. انا حطيت هنا شوحت تومة كده في الزيت، وحطيت لها الخل، وحطيت عليها بابريكا وفلفل اسود وكمون وشوية مية دافية، رجيتها كلها كده مع بعضها. ولو عايزة بتحبوا الشطة حطوا على حسب الكمية اللي انتي بتحبيها كتير او قليل، وبترجيها كده وبتبقى هي دي الدقة بتاعتك. كل واحد بقى الازازة بتاعته بيحط الدقة اللي هو عايزها كتيرة قليلة. هنحط بقى على الطبق كده من فوق، ان طبعا الكشري معروف ان هو لازم يتاكل سخن. احنا غرفنا هنا وحطينا بقى لكل واحد الصلصة بتاعته. ممكن تحطيها في طبق جانبي، كل واحد بيحط يعني الكمية اللي هو بيحتاجها. وهنا كل واحد اهو له الازازة بتاعته اهي. عملت فتحت الغطا كده بالسكينة، بترجيها وبتفضي بقى على كل الطبق اللي انتي هتاكلي منه. وبألف هنا وشفا. أكلة كنا بنكسل نعملها علشان بتاخد وقت وحلل كتير وكده، لكن كده احنا ايه عملناها كلها في حلة واحدة اهي، وأسهل حاجة وأوفر من بره بكتير جدا. دي من أكلات الشتاء الحلوة المحببة يعني في الشتاء. أتمنى ان انتوا تعملوا لنا اشتراك